لو انت من الناس اللي كل سنة تحط قائمة بالحاجات اللي عايز يعملها في الأجازة علشان يطور من نفسه في الآخر ما بيعملهاش، فتعال انضم معانا في نادي المسوفين. أيوة زي ما سمعت. والحقيقة أنا أول واحدة موجودة في النادي دوت، لأن أنا عندي حاجات حطاها من 2019 تقريبا ولحد دلوقتي لسه ما عملتهاش. انت متخيل ان انا دلوقتي في 2025 ومن 2019 حتى حاجات لسه ما اتعملتش؟ ايوه دي حقيقة. والسبب في ده ان انا دايما كنت بسوف وافكس حوار تطوير الذات. مش لازم نطور نفسنا الاجازه دي، هناخد اجازه، انا كنت تعبانه من الدراسه والمذاكره. بس الحقيقه كل واحد بيتحط في الاختيار دوت بيختار ان هو قدامه يا يمسك التليفون يا اما يقرا كتاب مثلا ويطور بيه نفسه. هتختار ايه؟ بطبيعه الحال وبغريزه الانسان ان هو بيحب منطقه الراحه بتاعته، مش بيحب يخرج منها. هيفتح التليفون ياخد منه شويه دوبامين سريع يمشي باليوم ويبقى مبسوط في اليوم، بدل ما يختار كتاب اللي على المدى البعيد هينفعه وهيطور شخصيته وهيساعده ان هو يكتشف نفسه ويكتشف حاجات هو ما كانش يعرفها. طب نعمل ايه علشان نبقى من الناس اللي بتختار تمسك كتاب وتطور نفسها على انها تمسك التليفون وتضيع وقتها بيه؟ اللي هو بعد 5 سنين هتمسك وتلاقي نفسك تقف لحظه كده، انا كنت بعمل ايه في حياتي؟ انا ايه اللي خلاني طول الوقت ده ما اعملش حاجه انفع بيها نفسي؟ وهتندموا جامد قوي، هتندموا بجد، هتندموا بجد على كل لحظه اخترت فيها ان انت تمسك التليفون بدل ما تمسك كتاب تقراه وتنفع نفسك. سواء بقى هتلاقي شغلانه متوقفه على ان انت اتعلمت مهاره كذا، هتلاقي شغلك متوقف ان انت ما اتعلمتش مهاره كذا وانت في الاجازات وانت صغير لسه اندر جرادويت. كل حاجه هتلاقيها متوقفه ان انت ضيعت وقتك في السنين دي، وهتندم ندم السنين صدقني. وانا جايه من النقطه ديت ان انا بقيت في العشرينات ولسه ما اتعلمتش حاجه تخليني اعرف اشتغل. لو انا عاوزه اشتغل دلوقتي انا معيش اي مهارات تشغلني. ليه؟ عشان كنت بضيع وقتي طول الاجازات اللي فاتت. وده حاجه كارثيه ان الجيل كله بقى ما عندوش اي مهاره، كله بيدور على المكسب السريع. لو عاوز يشتغل دلوقتي بيدور على حاجه تجيب له فلوس بسرعه، وما فيش حاجه بتجيب فلوس بسرعه الا لو هتشتغل شغلانات حرام. بقى شوف انت عاوز تختار ايه، وشوف انت عاوز تعمل ايه في حياتك، صدقني هيفيدك. وابدا من دلوقتي، هات ورقه وقلم، شوف انت عاوز تعمل ايه في حياتك وتعلم المهارات اللي هتساعدك ان انت تعمل ده ايا كان. انت عاوز مثلا عاوز تسافر ايطاليا مثلا، هتعمل ايه؟ اول حاجه تتعلم اللغه. انت ما عندكش اللغه فلازم تتعلم اللغه. دي اول حاجه احنا ممكن نجرب نعملها. ايه المشكله لو انا حد حاطط في دماغي فكره السفر ابدا اتعلم اللغه؟ لغه المكان اللي انا عاوزه اسافره ده اكيد هينفعني. ما دي مش تضييع وقت، صدقني ده مش تضييع وقت وكلام فاكس عن تطوير الذات وعن ان انت تبقى انسان جديد. لا، دي حاجه هتساعدك في حياتك في المستقبل. طيب نتعلم ايه تاني ينفعنا في المستقبل؟ مهارات التواصل الاجتماعي دي اهم حاجه حرفيا انت محتاج تتعلمها. انت شخص في المدرسه، في الجامعه، في الشغل، محتاج مهارات التواصل الاجتماعي. في الجامعه محتاج مثلا عاوز تعمل برزنتيشن، عاوز تعمل اي اكتيفيتي في الجامعه، انت محتاج مهارات التواصل الاجتماعي. انت مش تبقى قاعد كده كاشش في مكانك ومش عارف تتعامل مع حد، ما ده بسبب ان انت ما عندكش مهارات تواصل اجتماعي. انت في الشغل برضو انطلب منك تقدم برزنتيشن، انطلب منك اجتماع مثلا تقول رايك في اي حاجه، انت مش هيبقى عندك القابليه ان انت تعمل ده لان انت ما عندكش ولا مهارات تواصل ولا عندك ذكاء عاطفي. فارجوك يا جماعه اتعلموا من دلوقتي مهارات التواصل الاجتماعي، اتعلموا ان انتوا تتكلموا، اتعلموا ان انتوا تتعاملوا مع الناس ازاي. ده مهم جدا واكيد هينفعك. يعني دي مش حاجه تضييع وقت، دي حاجه هتنفعك بجد. طيب هتقولي انا زهقان وماليش في شغل تطوير الذات، او انا لسه بادئ الاجازه ومش عارف اعمل ايه. مسكت التليفون يومين 3 10 يعني عماله سكرول طول الوقت، خلاص بقى زهقنا نسكرول 10 ايام متواصلين سكرول ما استفدتش اي حاجه. طب عاوزه اعمل حاجه، اقول لك روح جرب حاجات جديده، حاجات جديده وممتعه في نفس الوقت، حاجات هتخليك مستمتع وانت بتعملها. زي ايه؟ اولا انت هتشوف اهتماماتك لايه. انا ممكن ارشح لك شويه حاجات تجربها هتفيدك. زي ايه؟ رسم، جرب ترسم اي حاجه ممكن ترسمها في حياتك جرب ترسمها. جرب النحت، عارفين ان هو الناس بيروحوا اماكن ورشات، في ورشات لتعليم النحت وكده، تبقى حاجه جديده وانت اتعلمتها في نفس الوقت استمتعت باللي انت عملته ده. جرب طبخ، اطبخ اكله جديده. ولو انت بنت مثلا ممكن تجربي الكروشيه والكلام ده، تعملي مثلا حاجه تلبسيها ايا كان، هتبقى برضو حاجه مفيده. تعلم التصوير، ناس كتير جدا بتحب تصور بس ما بتعرفش تصور، ده عائق. طب ليه؟ طب ما نروح ورشه تعليم تصوير. ايا كان اتعلم. والتعليم يا جماعه التعليم مش دايما بيبقى ممل، التعليم ممكن يبقى ممتع لو انت وجهته صح. التعليم ممتع في حاجه انت بتحبها. لو انت بتتعلم مثلا انا بحب التصوير فعاوز اتعلم عن التصوير، هل التعليم دلوقتي يبقى ممل بالنسبه لي؟ لا طبعا، انا هبقى مستمتعه وانا بتعلم الحاجه دي، مش هبقى ملانه ولا زهقانه. حاجه كمان وحاجه مهمه قوي 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 من ضمن الحاجات اللي انا لسه عارفاها قريب وفرقت معايا جدا جدا جدا، ايه هي؟ ان انت تعمل يوم حاجه اسمها الدوبامين ديتوكس. يعني ايه دوبامين ديتوكس؟ ان انت تقطع الدوبامين السريع اللي بيجيلك من التليفون. هتاخد يوم في الاسبوع وليكن مثلا يوم الجمعه، تاخد اليوم دوت مش هتفتح فيه اي سوشيال ميديا. طب اعمل ايه؟ هتقولي طب انا مش همسك التليفون. قولي هعمل ايه في حياتي؟ هقول لك على حاجه بسيطه، اطلع جنينه اقعد فيها، اتغدى مع عيلتك او هكون لوحدك عادي مفيش اي مشكله، مع اصحابك ايا كان، تطلع تاكل اكله بره في الجنينه، تبقى عامل اكل سندوتشات او ايا كان تاكل بره، وبعدين بقيه اليوم تقعد تقرا كتاب، تلعب مع اطفال في الجنينه. بجد اليوم ده هيفرق في اسبوعك بطريقه رهيبه لا تتوقعها. جربوا وادعوا لي بجد، هيبقى يوم ممتع
بطريقه لا تتخيلها بجد. ايه تاني؟ الرياضه ثم الرياضه ثم الرياضه، اللي هي حاجه المفروض تبقى في حياتنا طول الوقت، مش بس في الاجازه، طول الوقت. انت لو ما اتحركتش دلوقتي هتلاقي نفسك بقى عندك 25 و30 سنه مش قادر تتحرك. ليه؟ ده احنا لسه شباب مش قادرين نتحرك. ليه؟ عشان احنا ما تعودناش، احنا طول الوقت قاعدين على السرير، قاعدين على الكنبه، قاعدين على التليفون، بنتفرج على مسلسلات نتفلكس وكده، ومش بنتحرك. ما طبيعي، انت جسمك اتعود على القعده، عضلاتك حصل فيها اتروفي. يعني ايه؟ يعني عضلاتك اتعودت على كده. عارف لما تعود جسمك على حاجه، هو خلاص اتعود ان انا ما بتحركش. تيجي بقى عندي 25 30 سنه انا مش قادره اتحرك، مش قادره انزل السلم، مش قادره انزل 5 ادوار وبروح اركب اسانسير. ليه؟ عشان انا ما اتعودتش على كده. اتعودت ان انا طول الوقت، وبالذات برضو سنتين الكورونا اللي جم عودوا الناس ان هم يقعدوا طول الوقت وما يتحركوش، ما حدش كان بيتحرك مكانه، فجسمنا بقى متسيستم على كده، اللي هو انا مرتاح طول الوقت وقاعد في منطقه الراحه طول الوقت، طالما في حاجه بتساعدني ان انا اتحرك واطلع وانزل خلاص انا هستخدمها. ما انا طبيعي ان عقلي هيختار الحاجه الاسهل، طبيعي. بس ده هيضرك على المدى البعيد، لما تلاقي بعد 5 6 سنين انت مش قادر تتحرك، مش قادر تطلع سلم، تنزل سلم، مش قادر تمشي خطوتين على بعض، هيبقى الموضوع صعب قوي بجد، هيبقى الموضوع صعب قوي. والناس مكبره الموضوع. مش لازم جيم يا جماعه، الجيم غالي، اشتراك الجيم بقى غالي اليومين دول، انا عارفه. عادي في البيت حرك نفسك نص ساعه بس كل يوم، هتفرق في جسمك، هتفرق في طريقه وقوفك، في طريقه مشيتك، في كل حاجه حرفيا هتفرق في حياتك، هتفرق بجد. والرياضه بتغير الجسم بجد. يعني الجمله اللي كانت بتقول العقل السليم في الجسم السليم دي ما كتبتش علينا يا جماعه، الجمله حقيقيه مليون في الميه، ومش محتاجه اقول لكم كده. نخلص من موضوع الرياضه، ده موضوع لا نقاش فيه الصراحه. خروجه كل اسبوع، تقولي معيش فلوس كل اسبوع اروح اجرب كافي جديد، اطلع اتمشى في شارع مختلف، اطلع شوف الناس، شم هوا، اطلعوا من منطقه الراحه بتاعتكم يا جماعه، ارجوكم اخرجوا من منطقه الراحه. طول ما احنا في الكومفورت زون بتاعتنا، في منطقه الراحه بتاعتنا، مش هننجز في حياتنا، مش هننجز ومش هنعمل اي حاجه. صدقني انت لو خرجت من منطقه الراحه وعملت انجاز ولو بسيط، زي ان انت مثلا تقرا كل يوم 5 صفحات من كتاب، وتعودت على ده، هتبقى مبسوط جدا من الانجاز ده. ده هيبقى انجاز حتى لو هو صغير، ده انجاز، ده بيطلع لك دوبامين. بدل مثلا ما التليفون بيطلع لك دوبامين، انت برضو لما تقرا 5 صفح وتلاقي نفسك انجزت، ده برضو دوبامين. يعني مش شرط يكون كل حاجه في التليفون. مهارات بقى، مش محتاجه اكلمكم ان الذكاء الصناعي بقى مكتسح، ولازم تتعلم مهاره الذكاء الصناعي. عاوز تاخد كورسات في اي حاجه تنفعك، انت في اي كليه في اي حاجه هتشتغلها محتاج تاخد كورسات. خد كورسات الحاجه اللي هتنفعك في شغلك، علشان السي في لازم يبقى مليان. يعني لما توصل 30 سنه وانت السي في بتاعك فاضي، ما خدتش كورس، ما خدتش دوره، اتعلمت اي حاجه، يا دوبك معاك شهاده الكليه اللي في ايدك كده، وكمان ممكن تكون جايب مقبول فيها، انت ايه اللي هيشغلك؟ قول لي ايه اللي ممكن يشغلك وانت مش متعلم اي حاجه في حياتك؟ ده ايه؟ تشتغل ايه؟ قول لي هتشتغل ايه؟ ما فيش شغلانه هتيجي بالساهل، ما فيش شغلانه هتقول له انا كنت قاعد على التليفون طول حياتي وعاوز اشتغل، مفيش حاجه اسمها كده. فيا جماعه نصيحه اخيره، ما تعملوش في نفسكم كده وتضيعوا وقتكم على الفاضي. ارجوكم ابعدوا عن التليفون وشوفوا حاجه تعملوها في الاجازه، بلاش ال3 شهور دول. يعني انا مثلا عندي 3 شهور اجازه، 90 يوم، اي حد ثانوي كليه عندنا 90 يوم اجازه، عاوزين ال90 يوم دول نغير فيهم حياتنا، ونرجع السنه الجديده نبقى حاجه مختلفه وتعلمنا حاجه واستفدنا بجد. بس لو انتوا جربتوا اي حاجه من الحاجات دي قولوا لي في الكومنتات، وسلام.